سؤال: لو وقعت في نفس الذنب مرة تانية هتعمل ايه؟ هتقول انا خلاص تعبت من نفسي، اكيد ربنا مش هيقبلني وانا منافق، ولا هترجع؟ اسمعني كويس. يمكن انت شايف انك بتبعد عن ربنا كل مرة، لكن الحقيقة انك كل ما بترجع اليه بصدق بتلاقي الباب مفتوح، لان من اسماء الله الحسنى التواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيك لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. احنا عرفنا قبل كده الغفور اللي بيغفر الذنوب، وعرفنا العفو اللي يعفو ويمحو أثر الذنب، لكن النهاردة في اسم جميل جدا بيطمن كل واحد واقع وكل واحدة نجمت بكل قلب نفسه يبدأ من جديد: التواب. والتواب مش بس اللي يقبل توبة عباده، لكن من كمال هذا الاسم إن يوفق عبده للتوبة ثم يقبله منه مرة بعد مرة. يعني حتى اللحظة اللي حسيت فيها أنا لازم أرجع لربنا، دي في حد ذاتها نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي أيقظ قلبك، هو اللي حرك الندم جواك، هو اللي خلاك ترفع ايدك وتقول يا رب اغفر لي واعف عني وتوب عليا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. شوف التعبير، تاب عليهم ليتوبوا، يعني ربنا وفقهم للرجوع إليه وللتوبة ثم قبل رجوعهم. يا الله، حتى توبتك من فضل الله عليك. متخيل؟ مش من نفسك، من ربنا سبحانه وتعالى التوبة. وفي حديث قدسي عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. شوف الرحمة، ربنا عارف إننا هنخطئ وعارف ضعفنا، ومع ذلك ما قالش لو أخطأت مرة انتهى الأمر خلاص أنا ماليش دعوة بيكم، بل قال فاستغفروني أغفر لكم. لكن هنا لازم نفهم حاجة مهمة: التواب مش معناها إننا نستهين بالذنوب، ولا إننا نقول أغلط بقى براحتي وربنا غفور. لأ، التوبة الحقيقية النصوحة إن قلبك يندم، وإن تتحرك وتترك الذنب، وإنك تعزم بصدق إنك ما ترجعش ليه. ولو ضعفت بعد كده ما تستسلمش، ارجع. ولو وقعت مرة أخرى مش معناه إن باب التوبة اتقفل، معناه إنك محتاج تقوم مرة تانية، وكل مرة ترجع تتوب. تعال نشوف قصة فيها معنى التوبة، قصة أقرب للقلب. سيدنا آدم عليه السلام أبونا لما وقع في الخطأ ما أصرش، ما بررش، ما قالش ما أنا كنت ضعيف، لكنه رجع لربنا وقال هو وسيدة حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والجميل إن القصة منتهتش عند الغلط والخطأ اللي ارتكبوه الذنب، انتهت بالتوبة. وده درس مهم جدا. مش العبرة إنك ما تقعش أبدا، العبرة لما تقع هترجع امتى ولمين. وفي القرآن في آية من أجمل الآيات اللي ممكن تسمعها وانت شايل ذنب قديم. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تخيل، مش بس يغفر لك، مش بس يمحو الذنب، بل يبدل السيئات حسنات. شايف كرم ربنا قد ايه؟ يعني الماضي اللي انت بتبص ليه بحسرة ده ممكن ربنا يحوله لك كله، اللي سبب في رفعة درجاتك في الجنة وإلى باب قرب منه وإلى بداية حياة مختلفة تماما.
وعشان كده ما تقولش أنا بعيد قوي، لا أنا عملت كتير قوي، لا أنا غلطت كتير ووقعت كتير، ولا أنا كل مرة بتوب وبرجع. ما تسمعش كلام الشيطان. اسأل نفسك بدل كل ده، طب ليه مرجعش تاني؟ مين قال إن آخر محاولة كانت لازم تكون الأخيرة؟ مين قال إن سقوطك الأخير هو نهايتك؟ يمكن تكون اللحظة دي هي بداية أقرب علاقة بينك وبين ربنا. مين قالك إن كلام الشيطان هو الصح اللي بيأسك من رحمة ربنا؟ بيقولك ما خلاص، انت مفيش فيك فايدة، انت مهما عملت هترجع وتغلط وتذنب تاني. يا سيدي خلاص توب بعدين، انت مهما عملت. لا، كل مرة تقع عشان احنا نفسنا ضعيفة وأمارة بالسوء. كل مرة تقع قوم وتوب وارجع. نفسك الضعيفة لو أمرتك بالسوء أو شيطانك، ارجع وتوب 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 وتوب. ما تملش من التوبة أبدا، لأن باب ربنا مفتوح دايما. خد نفس ببطء وغمض عينك للحظة وفكر في حاجة واحدة، حاجة نفسك تتوب عنها. مش لازم تقولها بصوت ولا تحكيها لأي حد، خليها بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. قول يا رب أنا رجعت، أنا ندمان، أنا خلاص مش عايز أرجع للذنوب دي تاني. مش أنا ضمنت إني مش هقع تاني، لكن يا رب أنا محتاجك تساعدني ما أقعش تاني، ولو وقعت أقوم وأرجع لك تاني. يا رب أنا نفسي أتوب دايما توبة نصوحة ما أذنبش بعدها أبدا. يا رب كل مرة أقع رجعني ليك، كأنك التواب الرحيم. وخليك فاكر كويس، مش كل مرة تقع فيها هي نهاية الطريق. أحيانا تكون دعوتك للرجوع أقرب مما تتخيل. أنا هدعي وأمن معايا. اللهم يا تواب تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم إنا نأتيك بقلوب ضعيفة فقويها بك يا رب العالمين، وإنا نأتيك بذنوب نادمون عليها فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا ليأسنا منك، واجعلها سببا لرجوعنا إليك. اللهم ارزقنا توبة نصوحة وقلبا إذا أخطأ ندم، وإذا ندم رجع، وإذا رجع ثبت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إذا ذلت أقدامنا فلا تتركنا لأنفسنا، وإذا ابتعدنا فردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان وأذقنا حلاوة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا واصلح فساد قلوبنا، وارزقنا قلوب سليمة تقية نقية يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا تواب تب علينا ولا تحرمنا لذة القرب منك، ولا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعل وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. وقول اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واكتب في التعليقات يا تواب توب عليا، أنا راجع لك وندمان يا رب.
لو تعرف حد فاكر إن ذنوبه أكبر من رحمة ربنا ابعت له الحلقة واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من لحظة طمأنينة، وصلي على اللي هيشفع لك. وشكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.